واحد اسمه محمد المنتصر، صوفي متسلط على نشر الباطل ومتسلط على نشر الشرك في البلاد من خلال القناة بتاعت حسين خوجلي وبتاعت مين ومين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الثالثة نرد على هذا الكذاب الأشر المدعو محمد المنتصر، ذلك الصوفي الذي ملأ وسائل الإعلام شركا وضلالا وبدعا ودعوة إلى الكفر والزندقة، وما زالت هذه الوسائل مفتوحة له لينشر شركه وبدعه ويضلل المسلمين ويحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة بعنوان الكذاب الأشر محمد المنتصر والحلف بغير الله تعالى. واحد اتصل به من الشجرة وهو في برنامج تلفزيوني، هذا الرجل الكذاب الأشر في قناة أم درمان، فقام سأله عن الحلف بغير الله. المهم جاوب هذا الكذاب الأشر قائلا، قال بيقول السائل واحد حلف بالشيخ ويعتقد أن الشيخ ينفع ويضر من دون الله. قال هذه عقيدة فاسدة وعقيدة باطلة. أنا بقرأ كلامه بالنص وبنفس الألفاظ والعبارات اللي قالها، كان بالدارجة كان باللغة ولا تجوز قال بأي حال من الأحوال. والإنسان لو اعتقد إنه في مخلوق يؤثر ولا ما مؤثر حسب ما قال دي ردة والعياذ بالله. قال لكن الغالب في السودان الواحد بيحلف بالشيخ وعارف إنه المؤثر ربنا، نقول إنه هنا أنت الفعل ده حرام، دي مسألة فقهية حرام، ويستغفر المولى تبارك وتعالى ما بيشرك لأنه معتقد إن المؤثر هو الله. هذا كلامه بنصه. طيب، أول حاجة يا جماعة، الزول ده قال الغالب عندنا بالسودان عند السودانيين يعني إنه الواحد بيحلف بالشيخ وعارف إنه المؤثر ربنا، لكن الغالب في السودان الواحد بيحلف بالشيخ وعارف إنه المؤثر ربنا. أول حاجة الحاجة دي عرفها من وين؟ اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا. عرف كيف من قلوب السودانيين إنه السودانيين الجزء منهم اللي بيحلف بغير الله ديل جوا قلوبهم قصدهم إنه المؤثر ربنا، دي عرفها كيف؟ ده سؤال أول حاجة مطروح لهذا الصوفي، كيف عرف ذلك؟ وهذا باطل، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب إلا ربنا سبحانه وتعالى. وصوفي ده كذاب أشر. بعد ذاك قال هذه قال نقول إنه هنا الفعل ده حرام، يعني إذا زول حلف بغير الله وما معتقد إنه غير ربنا يعني يؤثر ويفعل، قال نقول إنه أنت الفعل ده حرام، وقال دي مسألة فقهية، قال حرام ويستغفر المولى تبارك وتعالى وما بيشرك. نقول له إنه هنا أنت الفعل ده حرام، دي مسألة فقهية، حرام ويستغفر المولى تبارك وتعالى ما بيشرك. أول حاجة الكلام ده كلام باطل، كله باطل. التفصيل ده جابه من وين الصوفي ده؟ يعني زول إذا حلف بغير الله، والسؤال اللي سألوا له كان كده، حلف بغير الله عديل، وحات شيخي فلان وحات سيدي فلان وحات النبي وحات الرسول وحات أولادي وحات النعمة وحات الكسرى إلى آخره. التفصيل بدأ إنه إذا اعتقد إنه في زول غير ربنا، في مخلوق يؤثر غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده ردة. وإذا ما اعتقد العقيدة دي وحلف بغير الله قال ده ما بيشرك. التفصيل ده جاء منين؟ الاثنين شرك، طالما حلف بغير الله لو معتقد ولا هو معتقد، الاثنين يسمى شرك وكفر. الدليل شنو؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، سمع إنه الرجل يحلف بالكعبة، فقال ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سمى أي زول يحلف بغير الله كفر وأشرك. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل تفصيل هذا الصوفي، ما قال والله يا أخي إذا اعتقد إن المؤثر غير ربنا دي الردة، وإذا حلف بغير الله، شوف حلف بغير الله وما اعتقد إن المؤثر غير ربنا ده ما شرك. منو قال ما شرك؟ ده شرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر أو أشرك، وفي رواية قال فقد كفر وأشرك. الرسول قال ده شرك، كيف ما يكون ما شرك؟ نحن نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نسمع كلام محمد المنتصر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما فهم الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، عبد الله بن عمر لما سمع الرجل ده يقول لا والكعبة، حلف بغير الله بالكعبة، قال لا تحلف بغير الله فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فسماه كفر وسماه شرك بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فده فهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب إنه ده كفر وده شرك. لكن العلماء فصلوا إنه بيكون أحيانا كفر أكبر وشرك أكبر وأحيانا أصغر، زي ما قال الشيخ العثيمين في هذا الكتاب، وهو كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد في الصفحة 505. قال: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساوي لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. يعني في الحالتين شرك، ما زي ما قال الصوفي محمد المنتصر إنه إذا ما اعتقد يبقى ده ما بيشرك، لا يشرك لكن شرك أصغر. وإذا اعتقد إنه المحلوف به يساوي الله في العظمة والتعظيم فده الشرك الأكبر، يبقى في الحالتين شرك في الحالتين، حالة يكون أكبر وحالة يكون أصغر، لكن في الحالتين شرك، لأنه الرسول قال فقد كفر وأشرك، محمد المنتصر قال لا ما يشرك، والرسول قال يشرك. فهم الصحابة عبد الله بن عمر أورد الحديث ورواه لهذا الرجل، لأن الرجل ده حلف بالكعبة وسماه عبد الله بن عمر بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه شنو؟ شرك. الصوفي ما يقدر يطلع من المحلة دي أبدا. وأزيد جميع البشر حديث آخر ده يفصل القضية تماما. رواية عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل يمين، اسمع الرواية دي عجيبة مرة واحدة، كل يمين يحلف بها دون الله شرك. رواها الحاكم وقال الألباني صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنو؟ كل يمين، وكل دي من أقوى ألفاظ العموم زي ما قال الشيخ العثيمين، كل يمين يعني كل حليفة يحلف بها دون الله، أي حليف حلفت بها دون الله غير الله، حلفت بغير الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل يمين يحلف بها دون الله شرك. محمد المنتصر قال لا ما بها شرك، الرسول قال كل يمين يحلف بها دون الله شرك. إذن الموضوع انتهى. والمؤمن هنا بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب كلام هذا الصوفي الكذاب الأشر المدعو محمد المنتصر. طيب بعد ذاك قال ذاته كلام عجيب خلاص، قال هذه عقيدة فاسدة إذا حلف بغير الله معتقد إنه في مخلوق يؤثر، قال ده عقيدة فاسدة وعقيدة باطلة ولا تجوز بأي حال من الأحوال، والإنسان لو اعتقد إنه في مخلوق يؤثر ولا ما مؤثر حسب كلامه ولفظه، قال دي ردة والعياذ بالله. بيقول الحلف بالشيخ، واحد حلف بالشيخ ويعتقد إنه الشيخ ده ينفع ويضر من دون الله، هذه عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة ولا تجوز بأي حال من الأحوال. والإنسان لو اعتقد أنه في مخلوق يؤثر والله ما مؤثر دي ردة والعياذ بالله. أيوة ده كلام حق من محمد المنتصر، ياتو كلام الجزئية الأخيرة دي من الجملة دي، إنه الإنسان لو اعتقد إنه في مخلوق يؤثر دي ردة.
وده حق. لكن هل بيلتزم الحق ده هذا الصوفي محمد المنتصر؟ ما يلتزم الحق ده، ولا الصوفية بيلتزموا ولا شيوخ الصوفية. ليه؟ نمسك بس كلام محمد المنتصر اللي هو حق، إنه الإنسان لو اعتقد إنه في مخلوق يؤثر دي ردة. طيب نشوف كتب الصوفية. ده كتاب الفيوضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، جمع وترتيب الحاج إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري. قال ديل مش بيعتقدوا إنه في مخلوق غير الله ياسر، ديل بيعتقدوا إنه شيوخهم ديل آلهة مع الله عديل. اسمع الكلام ده كويس. ويفعلوا ما لا يستطيع أن يفعله إلا الله عز وجل. شو الكلام ده؟ والكتاب ده بيوضع في الدار السودانية للكتب